مساء الخير يا جماعة. خلينا نتكلم شوية عن مباراة مصر والزيمبابوي. أهم حاجة المنتخب المصري المرشح الأول للبطولة كان نازل طبعا، كان متوقع منه أحسن من كده، لكن منتخب زيمبابوي بصراحة يعني نزلوا عملوا اللي عليهم وكان عندهم حماس، عشان كده كانت المباراة متقفلة شوية. النجوم بتوعنا عملوا اللي عليهم وحاولوا يعني يرضونا بكل الطرق، والجماهير طبعا كانت مستنية أفضل من كده، لكن هو الحمد لله أهم حاجة الثلاث نقط. ومستني رأيكم برضو، إيه رأيكم في المنتخب؟ هل في برضو أمل إن احنا ناخد البطولة، أو هنيجي العشاء زي ما كانوا بيقولوا هنروح المغرب وهنيجي العشاء؟ فعايز ألوم برضو على المخرج بتاع المباراة. يعني أنت في السلام الوطني بتاع جمهورية مصر العربية جايب اللعيبة بتاعت زيمبابوي، وبرضه قلنا يمكن خطأ تكتيكي كده وهتجيب لعيبة مصر في السلام الوطني بتاع زيمبابوي. أتاري برضه نفس المشكلة، جاب لعيبة زيمبابوي كأن لعيبة مصر مش موجودة أساسا، ولا الجماهير المصرية في السلام الوطني. عايزين حيادية شوية يا جماعة لو سمحتوا، يعني بالنسبة للاتحاد الأفريقي وبالنسبة للمخرجين. مصر برضه دولة عربية ودولة مهمة في قارة أفريقيا. يعني معلش، يعني أنا زعلان وعارف إنكم زعلانين، بس الحمد لله خدنا الثلاث نقط رغم أنف كل الحاقدين يعني. يلا إن شاء الله الخير جاي في اللي بعد بإذن الله.